السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في موضوع جديد وفي فيديو جديد. أولا أدعو الإخوة إلى متابعة قناتكم المختص التربوي عبد الرحمن لمعرفة المستجدات التي تتعلق بالمنظومة التربوية أو بما يشهده المجتمع المغربي من مواضيع حديثة التي يمكن أن تصلكم بسهولة وبطريقة سلسة وبطريقة سهلة إن شاء الله. إذا اليوم إن شاء الله غنهضروا على واحد الموضوع بعيد كل البعد على المنظومة التربوية التعليمية اللي هو دعم الكسابة. إذا كيف ما كتعرفوا أنه في ظل التحديات اللي كيعاني منها القطاع الفلاحي في بلادنا، خصوصا مع موجات الجفاف وارتفاع تكاليف الآلاف، الدولة المغربية دارت واحد الخطوة مهمة جدا بدعم مباشر للفلاحة والكسابة. هذه المبادرة كتهدف باش تخفف عليهم الضغط وتعاونهم يحافظوا على رؤوس الماشية والإنتاج الوطني. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نعرفوا تفاصيل هذا الدعم وشكون غيستافد وكيفاش يمكن تقديم كيفاش يمكن تقديم الطلب اللي هو باش تحصل على هذا الدعم. وغادي نشوفوا إن شاء الله أيضا طريقة اللي غتوصل بالكود أو الكود المخصص للدعم باش تمشي تصرفهم باش تمشي تخرج فلوسك في بعض الوكالات، وغنبينوا أيضا الوكالات المعتمدة في هذا الأمر. إذا تابعوا الفيديو إلى آخره باش تعرفوا هذه التفاصيل كاملة، وغنحاول نختصر الفيديو باش ما يطولش عليكم. إذا نبداو على بركة الله. إذا أول خطوة وأول حاجة اللي خصني نأكد عليها، ضروري من اللجنة دوز عندك وتحصي المواشي اللي عندك. اللي مازال ما توصلش أو اللي مازال ما داش عنده اللجنة يحاول يتواصل مع السلطات المالية اللي مثلا المقدم أو الجماعة المالية اللي تنتمي إليها الشخص، حيث ضروري أنها تحصي هذه المواشي وتسجلك عند باش تستافد من هذا الدعم. اذا اللي مسجل ودازت عنده اللجنه غيوصلوا هاد الايام هاد الميساج اللي كتشوفوا دابا، اللي هو يقول لك كنخبرك بانك من بين المستفيدين من دعم الكساب. باش توصل بمبلغ الدعم خاصك توجه شخصيا لاي وكاله اداه كتحمل شارة دعم الكساب وتصيفط لينا من عندهم رقم الحساب مع الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية ديالك وهذا الكود، وغيجيك واحد الكود. وضروري من الإشارة إلى واحد المسألة هنا، الله يجازيكم بخير، حيث كثروا اللي تيدوا رزق عباد الله بداعي انهم من هاد اللي تيقدموا الدعم اللي اتصل بكم ولا شي حاجه عافاكم وطلب لكم المعلومات الشخصيه ديالكم، بطاقه التعريف الوطنيه او بطاقه البنكيه، ما تعطيو حتى شي واحد شي معلومه من هاد المساله. الله يجازيكم بخير، ردوا البال. وغندير ان شاء الله واحد الفيديو كنهضر على هذا الشيء، حيت البنك المغرب دار واحد الحمله تحسيسيه وكيصيفط واحد الميساج لجميع الناس باش ينبهوهم على هذه المساله، حيت بزاف صراحه كثروا الناس النصابه في هذه المساله. اذا نرجعوا للموضوع ديالنا. كيجيك هذا الميساج كيف ما كتشوفوا. اول فوا كيجيك هذا الميساج خصك توجه الوكالات المعتمده اللي هما هادو كيف ما كتشوفوا في الصوره. هاد الوكالات كاملين معتمده، في الى مشيتي عندهم وديتي معك بطاقه التعريف الوطنيه وهذا الكود اللي كتوصل به في الهاتف ديالك، حيت النمره ديالك والمعلومات الشخصيه ديالك غتعطيهم من ديك اللجنه اللي جات عندك ملي جاو يحصيو الكساب ديالك، ويرقموهم بواحد الترقيم خاص بهم اللي كديروا وزاره الفلاحه. اذا هادو هما الوكالات كيف ما كتشوفوا في الصوره. كاين مثلا بريد كاش، ضمان كاش، كاش بلوس، وفا كاش، الفلاحي كاش، ثم ليلا كاش، توفيق كاش، الى غير ذلك، الشعبي كاش. هاد الوكالات كامل راه تم الاعتماد عليهم لصرف الدعم ديالك كيف ما وضحنا في السابق. اذا اي وكاله مشيتوا ليها راه غتستافدوا ان شاء الله وغيعطيكم الدعم ديالكم. اذا ملي كتمشي للوكاله المعتمده في دعم الكساب عندك جوج حالات. ردوا البال هنايا. كاين الحاله الاولى اللي عنده الحساب البنكي، وكنظن انه الاغلبيه عندهم الحساب البنكي. في هذه الحاله خاصك دير تصرح بهذا الرقم الحساب ديالك، وغتدي معاك الكود اللي جاك في الميساج اس ام اس اللي قلنا
في بداية ديال الفيديو. ثم البطاقة الوطنية الأصلية ديالك واللي مدة صلاحيتها مازال ما سالات. ثم شهادة التعريف البنكي اللي كتشمل نفس المعلومات الموجودة في البطاقة. اللي ما عندوش هاد شهادة التعريف البنكي يمشي للبنكة ويطلبها، راه يعطوها ليه ساهلة، ولا يطلبها في ابليكاسيون اللي كيعرف يخدم بالتطبيقات البنكية. ثم اما الحالة الثانية اللي ما عندوش الحساب البنكي، هنا في هذه الحالة خاصك تفتح حساب جديد عند وكالات المعتمدة اللي قلنا في السابق. في هذه الحالة خاصك دي معاك حتى هو الكود اللي جاك في الميساج SMS، ثم البطاقة الوطنية الأصلية ديالك واللي مدة صلاحيتها مازال ما سالات. في هذه الحالتين أو في هذه كلتا الحالتين غتوصل في نهاية المطاف في ذاك الدعم ديالك في إما الحساب الأصلي اللي عندك ديجا اللي خدام به ديجا قبل، مثلا البنك الشعبي او BMCE الى غير ذلك، ولا الحساب الجديد اللي فتحتي في الوكالات المعتمده مثلا وفاكاش الى غير ذلك. اذا الجزء الاخير في هذا الفيديو ديالنا غنهضروا على مقدار الدعم اللي غيوصلك ان شاء الله في الحساب البنكي الجديد اللي فتحتي في الوكالات المعتمده او الحساب الرسمي اللي عندك من قبل. اذا ما بين اذا في الاغنام ما بين 1 إلى 10 اغنام، يعني عندك من بين 1 حتى 10 غتشد كل وحده 150 درهم. ما بين 11 و50 رأس غتشد لكل وحدة 125 درهم. ثم أيضا ما بين 51 و100 رأس غتشد لكل وحدة 100 درهم. ثم أكثر من 100 رأس غتشد لكل وحدة 75 درهم. أما بالنسبة للأبقار والإبل، أقل من 5 رؤوس غتشد 400 درهم. ما بين 6 و10 رؤوس غتشد 350 درهم لكل رأس. ثم ما بين 10 و50 رأس غتشد لكل رأس 300 درهم. ثم بين 51 إلى 100 رأس غتشد لكل وحدة 200 درهم. ثم أكثر من 100 رأس غتشد 150 درهم. أما بالنسبة للماعز، أقل من 100 رؤوس غتشد لكل وحدة 100 درهم. أما ما بين 11 و50 رأس عندك مقدار التعويض أو مقدار الدعم هو 85 درهم. أما ما بين 51 و 100 رأس مقدار التعويض مقدار الدعم هو 75 درهم. ثم أما بين 101 إلى 200 رأس غتشد لكل رأس 60 درهم. أما أكثر من 200 رأس غتشد لكل رأس أو لكل رأس 50 درهم. وهكا نكونوا وصلنا لنهاية الفيديو ديال اليوم. نتمنى تكونوا استفدتم من المعلومات اللي شاركت معكم على الدعم المباشر للكتابة. وما تنساوش ديروا لايك للفيديو وتبارطاجيو مع الناس اللي يهمهم الموضوع، وخليو تفاعل زوين في التعليق. واللي ما فهم شي حاجه ولا بغى يسول على شي حاجه يخلي لي التعليق وغنجاوبو ان شاء الله. وما تنساوش تشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد على كل المواضيع التي تهم المواطن المغربي. اذا نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.